بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الجمال. طبعا أنا ما بتكلمش في السياسة يا جماعة اللي متابعيني على قناتي، ولا بتكلم في الدين ولا في الرياضة، بتكلم عن تجربة شخصية. بس بصراحة أنا يعني بقول رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بصفة إنسان مصري بحب بلدي وبحب الإنسانية. بقول معلش يعني أنت مش من حقي، بس بقولها كإنسان، وكلمة حق مفروض في مصر، وكررتها قبل كده على ما بعمل البث مباشر. وزارة الصحة في مصر تستقيل. ده كلامي بقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي كإنسان. أنا بجرب دلوقتي نظام الطيبات للدكتور الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي. أنا عمري 63 سنة، بقالي 49 يوم حياتي اتغيرت. طبعا راجل رياضي ومهتم بصحتي، ولكن صحتي بقت أحسن. وأنا بجري في سباق الجري 10 كيلو أو بطولة ألمانية هنا، لقيت جسمي اتحسن، عضلاتي بقت قوية، النوم، إنسان جديد. عشان عملت نظام الطيبات اللي فكرة الدكتور ضياء العوضي اللي الدكاترة هاجموه والإعلام هاجموه. المفروض الناس تستقيل. وكلامي بقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا عاوزين صحة الناس يا رئيس. احنا بنحبك، بنحب بلدنا كمصريين، وعايزين بلدنا أحسن بلد في الدنيا بالصحة والتعليم. الصحة، أنا صحتي، أنا 63 سنة وبجري 42 كيلو. هاتين اي حد في مصر عنده 63 سنه ويجري 42 كيلو متواصل. وان شاء الله في فرانكفورت في شهر 10 الاول باذن الله 42 كيلو. وقبل كده جري 10 كيلو طلعت الاول بسم الله وما شاء الله، وبطوله تانية طلعت الاول برضه. و63 سنه. فيعني الدكاتره المحترمين اللي بهاجمهم، انا بقول للمصريين والعرب مش تتابعوا الدكاتره دي. الدكاتره دي عاوزه فلوس. الدكتور الله يرحمه ما كانش عاوز حاجه. انا مش عارف هاجمناه ليه، انا بستغرب. اسمعوه، جرب. يعني على فكره بعد فتره الدكاتره كلها هيبقوا معاه. يا جماعه امتنعوا. انا امتنعت والله عن البيض، يعني انا بستغرب. امتنعوا مع حاجه، جرب، شوف جسمك. انا نايم 4 ساعات، انا مستغرب ومش واكل لحد دلوقتي. عامل صيام متقطع، وامبارح عامل صيام شرعي طول النهار مش واكل، وطاقه وحيويه، ورحت الجيم وبسم الله ما شاء الله 63 سنه. يا جماعه هو في ايه؟ واحنا عاوزين ايه؟ مش عاوزين صحه الناس؟ صحة الناس أهم من أي شيء في الدنيا. صحة الناس يا جماعة، الصحة. صحتك دي ثروتك وأمانة، خليها من أولوياتك. أكلك، شربك، نومك، الرياضة، الصيام، الحب، الامتنان، التسامح. فأنا بستغرب يعني. فأنا دي أنا بقولها، أنا مش عايز حاجة. اللي متابعين على قناتي أن نيتي خير وقصدي خير. وهو المرة الثانية والثالثة مفروض وزارة الصحة في مصر تستقيل، واللي هاجموا الدكتور ضياء العوضي يعني يتشال من الطب يتغير. يا جماعه احنا اتضحك علينا في مصر والله، وفي العالم كله. الدكاتره يطلعوا كله عاوز فلوس، للاسف الشديد كله عاوز فلوس. وحتى الدكاتره اللي بيهاجموهم مش تسمعوهم، ما تسمعوش الدكاتره دي. انت عملت لهم قيمه؟ ده بيعالجوا اونلاين وباخدوا بالدولار وباخدوا. يا جماعه مش محتاج. انا اهو انا بقول المفروض الانسان ما يمرضش. صحتك ثروتك بامانه. انا نيتي خير، ما بهاجمش حد، ولكن هدفي صحه الناس. انت طبيب نفسك. انت الصوت اللي انت بتقول نفسك هو بيصنعك. ركزوا، شوف انت بتتكلم نفسك ازاي. يا جماعه انا بكلمكم بتجربه شخصيه والله العظيم. حاسس لا عندي طاقه بسم الله وما شاء الله، ومش واكل وباكل بطاطس. انا امبارح اكلت ايه؟ زيت زيتون والله العظيم مع تمر والله، وعليها خل تفاح، ورز وبطاطس مسلوقه، وكنت عامل كبده امبارح، وحليت بعيش ونوتيلا. عمري في حياتي ما كنت باكل نوتيلا، ولا باكل مربى، ولا باخد عسل، ولا باخد بتاع دي، قصدي السكر معايا. ولقيت طاقه ما لقيتش في حاجه. بنام بعمق وطاقه ما شاء الله. يعني مش عارف اقول ايه. سحر حصل لي والله العظيم، اعجاز، حاجه ما تصدقش. انا مش مصدق لحد دلوقتي. انا بجري في سباق الجري، سمعوني يا جماعه، بتمرن كل خميس وصايم ولا اكل ولا شارب. سبقت المحترفين وانا 63 سنه وهم اصغر مني ب 20 30 40 سنه. عشان اول ما جربت نظام الطيبات، عضلات رجليا، جسمي، راحه نفسيه، هدوء نفسي. ويا جماعه اللي سامعيني
وجربهم. خشوا يا جماعه وقولوا عشان الناس تشوف، والدكاتره دول تفوق بقى. الدكاتره الحافظين اللي هم عايزين فلوس قاعد يقول تجميل وتكميم، يا جماعه مش محتاج الحاجات دي والله. وانا نيتي خير وانت حر، ودي صحتك انت، ودي امانه، ويعني كلمه حق. الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي، ومفروض المستشفيات في مصر تبقى اسمها والله العظيم مستشفى الدكتور ضياء العوضي، ويمشوا بالنظام ده يا جماعه. مش طلع لي اعلامي اللي يمشي بنظام الطبيعي، هم عاوزين الناس دي. يعني الاعلاميين ولا الدكاتره اللي بيهاجموا الدكتور ده ما اعرفش عايزين ايه، ايه هدفهم مش عارف. انا بستغرب والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما بسمعش الا الدكتور ضياء العوضي فقط. عندي وقت اسمعه، هو الدكتور الوحيد اللي اسمعه لان انا مقتنع بيه وصحتي بقت حلوه، وهو مش عاوز مني حاجه الراجل، ولا انا اعرفه ولا يعني، مع اني انا هاجمته في الاول، وسبحان الله لما جربت اقتنعت بكلامه الحمد لله. فصحتي اهو، ولا دواء ولا حاجه. حاجات يعني امتنعت عن البيض والفراخ والسلطه، اللي انا كنت باكل بيض وباكل سلطه والخضروات، كنت باكل الحاجات دي، ولا عندي انتفاخات ولا عندي اي حاجه. فدي رساله بقولها للرئيس عبد الفتاح السيسي، صحه المصريين مهمه جدا يا ريس، صحه المصريين مهمه جدا. الانسان لما يكون صحته حلوه يعرف يشتغل ويعرف ينتج، مش هيبقى على البلد ولا على البيت ولا على الاسره، ويبقى عنده طاقه ويبقى سعيد ومبسوط. وطبعا انا بقول كلمه حق، والله المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.